والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات. اليوم جبت لكم فكرة ان شاء الله تنال اعجابكم. منظم خمارات، منظم فوط او لسافيات تاع الوجه كما تحبوا تسميوهم باقل التكاليف. ان شاء الله تعجبكم الفكرة. شريت نص مترة من سكاي باللون الباج ونص مترة من سكاي باللون البرتقالي، وعملت على ورقة مربع 7 سنتيم على 7 سنتيم. هنا البنات خديت القطعة الأولى باللون البرتقالي، طول القطعة 69 سنتيم. طول القطعة كما راكم تشوفوا في الفيديو 69 سنتيم، العرض 50 سنتيم. هاكو تشوفوا فيها في الفيديو 50 سنتيم. نفس القياس راح نستعملوه في اللون الباج. نتني السكاي تاعي على 2 بالطريقة اللي راكم تشوفوا فيها. نجيب هذاك المربع اللي كنت خدمته من قبل من الورق 7 سنتيم على 7 سنتيم، ونعلم في ليكوا بالقلم بالطريقة اللي راكم تشوفوا فيها. هذه الجهة الأولى وهذه الجهة الثانية. قلت هذيك الورقة خدمتها مربع 7 سنتيم على 7 سنتيم. نقص هذاك المربع اللي كنت علمت عليه من قبل. تبعوا معايا رايحين تفهموا الفكرة. ها هي البنات القطعة الثانية باللون الباج نفس القياس، وقصيت المربع في الكوام بنفس الطريقة. راح نتحصلوا على قطعتين قد في القياس. نخيطوا الجانبين تاع القطعة. هنا البنات لازمني نقص، نسيت ما قصيتش الجهة الثانية تاع السكاي، لازمني نقص باش يجيو القياسات قد. نعمل خياطة من الجانبين كما قلت لكم، ونعمل خياطة أيضا في القطعة الثانية باللون الباج. نقلبها طبعا بالشين. ثاني لازمني نقص الجهة الثانية هذيك اللي ماشي مقصوصة، قصها لازم. ونعمل خياطة من الجانبين والجهة التحتانية ونرجع لكم. هنا البنات أنا خيطت القطعتين من الجانبين وخيطت الجهة التحتانية. هذاك المربع البنات اللي كنا قصيناه من قبل، تبعوا معايا. نحطوا الخياطة عند الخياطة، نثبت بليزي بانكل باش تجيني الخياطة من بعد سهلة. أنا نثبت بليزي بانكل البنات. هاي نعمل نفس الشيء في الجهة الثانية، نحط الخياطة عند الخياطة ونثبت بليزي بانكل أيضا.
نتحصلوا البنات على هذا الشكل. هاهي البنات نعمل خياطة كما راكم تشوفوا كما راني نوري لكم، ونفس الشيء في القطعة الثانية باللون البيج، ونرجع لكم. هاهم البنات لما كملت الخياطة، القطعة باللون البرتقالي قلبتها بالزين، والقطعة باللون البيج خليتها بالشين، يعني الخياطة تبان. ندخل القطعة باللون البرتقالي داخل القطعة باللون البيج كما راكم تشوفوا فيها في الفيديو. نحطوا الخياطة عند الخياطة، نثبتها ايضا بليزيبانجل، طبعا دائما وابدا باش تجيني الخياطة سهلة بالماكينة. نثبتها ساير داير، هكذا البنات نثبتوها مليح بليزيبانجل. هاني نمشي معكم غير بالعقل. هاني ثبتها كامل. البنات نروح نعمل خياطة ساير داير، وطبعا نخلي فتحة كما راني نوري لكم، نخليو فتحة هذيك ما نخيطوهاش، من بعد تفهموا علاش خليت هذيك الفتحة. هاني خيطت البنات القطعتين مع بعض ساير داير، وخليت الفتحة كما قلت لكم من قبل. هاني البنات شوفوا واش راح ندير. دخلت يدي لداخل، نحاول نخرج القطعة باللون البرتقالي، نخرجها كامل. تبعوا معايا بالعقل. هاني نخرج فيها، ونحاول ايضا ندخل القطعة باللون الباج ونخرجها من الفتحة كما خرجت القطعة باللون البرتقالي. بالطريقة هذه نجبدها مليح البنات، نتحصلوا على هذا الشكل. نحاول نسقم القطعة تاعي بيان، وهذوك لي كوا نسقمهم مليح. هذوك لي كوا لازم يكونوا بيان مفيني، يكونوا مسقمين تري بيان. نتحصلوا على هذا الشكل. البنات درك واش راح ندير، القطعة اللي باللون البرتقالي ندخلها داخل القطعة باللون البيج. نحاول نفيني القطعة تاعي بيان، نسقم القطعتين مع بعض جيدا. هاني البنات نسقم في ليكوا باش تجي الحاجة متقونة وتجي الحاجة متحوفة. البنات هنا هذيك الفتحة لازم نخيطها. انا راح نعمل خياطة ساير داير، نخيطو كامل القطعة ساير داير. هنا يعني نحاول برك نحكم هذيك الفتحة باش تجيني مفينية. ونروح نعمل خياطة ساير داير. هنا من بعد ما نعمل خياطة ساير داير، شوفوا البنات نقلب
القطعة بالشكل هذا. ونعاود نولي تشوفوا القطعة جاهزة. ها هي البنات القطعة الأولى ها هي جاهزة راكم تشوفوا فيها، وهذه القطعة الثانية راح نوري لكم كيفاش خيط القالو. ها هي القطعة الداخل البنات بيان فيني، الخياطة ما تبانش لداخل. نقلب القطعة بنفس الطريقة كما قلبت القطعة الأولى. أنا هنايا خدمت منظمين اثنين، عكست السكاي. المنظم الأول سكاي اللي داخل باللون البرتقالي، وسكاي اللي يجي من الجهة الخارجية باللون الباج، والقطعة اللي في يدي البنات درت العكس. نحي الخياطة هذيك تاع القالون، نخيط غير خفيف برك سهل، تحكم الخيط برك وتجبد يتنحى. راح نتحصلوا على هذاك القالون هايل وشباب بالطريقة هذه. شوفوا البنات جا ولا أحلى. هاو الشكل النهائي البنات تاع المنظم، الشكل اللي تحصلنا عليه جا هايل، جا ولا أحلى. هذه لمسة بسيطة راح نزيدها للتزيين. عملت هذاك الشكل، قطعت دوائر من السكاي، عملت وردة خفيفة في الأخير، وراح نزيد هذيك البيارة من الفوق كلمسة للتزيين، لمسة بسيطة. أنا نروح نفيني تاعي المنظم اللي تحصلت عليه أو الشكل اللي تحصلت عليه ونرجع لكم. ها هو البنات الشكل اللي تحصلنا عليه كيفاه. هاي هذيك القطعة اللي زينت بها جات روعة. المنظم الأول حطيت فيه الخمارات، ها هم جا رائع، جا شباب. والمنظم الثاني حطيت فيه لي سيرفيات أو الفوط أو المناشف كما تحبوا تسميوها، باش يفهموني جميع متتبعيني. ان شاء الله البنات تكون عجبتكم الفكرة تاع اليوم. فكرة بسيطة ولكن رائعة في تنظيم بزاف حوايج، قادرة حتى تحطي فيها ادوات المكياج. انا نقول لكم تبقوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.